السلام عليكم. معي رز ودجاج من حلقة الظهر وابغى اتعشى، وكيف اصفنه تعالوا اوريكم. عندي هنا نص دجاج منزوع منه العظم والجلد والرز. بسم الله. نبدأ من الصاج حقنا. سوينا ملعقة ونص من البصل وشوية من الزيت كده. نقلب البصل حتى يذبل شوية. هنا بنزل شوية من البطاطس شيبس مسلوق مسبقا، في موجود حلو سلام، ما في موجود ما له داعي. ونقلب وكذا. احط ملعقة ونص من الطماط مهم ضروري. وهنا معجون الطماطم اللي هي الكشان الجاهز على حسب الكمية اللي عندكم. انا سويت اقل من ربع ملعقة. هنا الكزبرة، ونقلب حتى تصير الكشنة جاهز. هنا نزلت البهارات والملح، وبعد كده احرك حتى تصير الكشنة جاهز. هنا انزل عندي النص الدجاج اللي منزوع منه العظم والجلد، نقلب نفس الشكل كده. وبعد كده بنضيف الماء. لا تنسونا متابعة الصفحة، انشروا الفيديو هذا، لايك على الفيديو، واعطونا رأيكم في الكومنتات، واي طبخة تبغوها اكتبوا لي في الكومنتات انزلوا كمية كده. بعد حطت الماء نقلب حتى يصير الدجاج جاهز، الكشري تكون مظبوط، سواء لحم او دجاج نفس الطريقة. تقدروا تسخنوا الدجاج كده نفس الشكل، او اللحم نفس الشكل. مثلا اي مكون ما تبغوه، مثلا البطاطا ما تبغوه لا تسووه، ما تبغوا بصل لا تسووه، ما في مشكلة. هنا بعد ما صارت الدجاج جاهز نزل الرز. بنقص النار، خلينا واطية، ونقلبه بالراحة سواء في الطاوة او في قدر كده. بقلبه احنا بالراحة وكده صار جاهز. رشته من الكزبرة، حركة ما لها داعي، شوية من البهارات. قبل ما يخلص الفيديو لا تنسون متابعة الصفحة، لايك على الفيديو، انشروا الفيديو هذا. ما شاء الله ما شاء الله. والريحة اكيد الريحة وصلتكم. كذا بنزلوه في صحن التقديم. طبعا هذا هو عشانه، باقي من حق الظهر سخناه وليس موجود في المحل. كذا شوفوا ما شاء الله طعم، والله شيء فاخر من الاخر يا جماعة. ما شاء الله ما شاء الله. اذا عجبكم الفيديو اكتبوا لايك على الفيديو، واعطوا رايكم في الكومنتات. اهم شيء المتابعة ومشاركة الفيديو. تحياتي لكم، اخوكم الشيخ عبد الحميد الوصابي. ارحبوا مليون.